تحليل السهم ماري دايف في 60 سنة. بشكل عام هنلاقي السهم عندنا في اتجاه صاعد، السهم على طريقة الاس ام سي كسر الهيكل السابق لحد ما وصل لسعر 0.5 حوالي نص جنيه للسهم، بدأ يعمل تصحيح بطريقة الاس ام سي. التصحيح ده لسه ما وصلش عند 50% من مستوى التصحيح، ولكن هنلاقي بالتحليل الفني الابتدائي عادي إن جه عند منطقة دعم قوية جدًا، جدًا، وارتد منها قبل كده مرة والتانية والتالتة والرابعة باللون الأزرق، ارتد منها للخامس مرة، بدأ يكوّن بدل ما هو شكل هابط بيكسر قيعان أقل من القيعان اللي قبلها، لقلب الهيكل بقى قمم أعلى من القمم اللي قبلها. هنيجي عند آخر قمة السهم عملها عند حوالي سعر 0.489 وبدأ يردد منها، ففي الحالة دي هيبقى عندي مكانين للشرا. أول مكان للشرا عندي هيكون ما بين 0.466 لحد 0.58 باستهداف 5% مكسب لحد 0.89 ده أول هدف، أو 0.51 ده تاني هدف. يا إما نستنى تصحيح أعمق من كده يكون عندي شراء رقم 2 اللي هي من 0.56 لحد 0.51. طيب التحليل ده يفشل إمتى؟ في حالة إن أنت عملت شراء ولقيت إنك وصلت لأول هدف 5% تحجز جزء من أرباحك، لكن إذا فشل السهم في إنه يخترق القمة اللي السابقة اللي هي عند 0.51 فهنلاقي هبوط أعمق لحد منطقة 0.305، ولكن ده سيناريو مش مرجح تمامًا.